بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس وماريمينا العجابي. النهاردة جبنا معجزة جميلة جدا جدا وشيقة للشهيد فلوباتير مرقوريوس أبو سفين. بس قبل ما نعرف تفاصيل معجزة النهاردة، ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس وماريمينا العجابي. يلا بينا نتعرف على المعجزة الجميلة بتاعت النهاردة. بتحكي وتقول ايه؟ معجزة النهاردة بيحكيها واحد صاحب مخبز بلدي في الزاوية الحمراء. بيقول: ربنا اداني بركة الخدمة بعربية النقل في دير الشهيد العظيم أبو سفين في مصر القديمة. وبيقول: اتقابلت مع طماف إيريني وادتني إزازة زيت مصلي وقالت لي ابقى حطها في عربيتك. فبيقول: اخبرتها، يعني قلت لها ان العربية دي مش بتاعتي، انا ما عنديش عربية، وان العربية دي بتاعت والدي. لكن هي قررت عليه نفس الكلام مرة تانية. فهو قال في نفسه: انا قررت احتفظ بالازازة دي اللي هي بتاعت الزيت لغاية ما يكون عندي عربية خاصة بيا، واحط الازازة دي فيها بركة في العربية بتاعتي. بيقول فعلا احتفظت بيها لغاية ما يكون عندي عربية خاصة بيها. وكمان طلبت من طماف إيريني 5 جنيه احطهم بركة في المحفظة بتاعتي. بيقول: عدى وقت كتير، وبعد مرور 10 سنين على مقابلتي لطماف إيريني، بيقول وفقوا ربنا واشترى عربية وحط فيها ازازة الزيت المصلي دي. وبيقول في يوم في شهر يوليو من سنة 2011 قال له واحد صاحبه، يعني عن مهندس بيشتغل مدير علاقات في شركة كار جاز للمواد البترولية للعربيات، وعايز يأجر عربية مواصفاتها عالية جدا. فهو بيقول طلبت مقابلته لأن شروطه بتتوفر في العربية بتاعتي، والمبلغ اللي كان طالبه مجزي جدا وأغراه، يعني ان هو عايز يأجر العربية بتاعته والمبلغ بتاعه يعني مغري جدا. بيقول بالفعل اتقابلت معاه وراح معاه لمركز الصيانة عشان يعملوا شوية فحوصات للعربية بتاعته. والمعتاد في الحالة ديت او المفروض يحصل ان بيتم كتابة عقد في الشركة بيتحرر فيه قيمة ايجار العربية وعدد السنين اللي هتتأجر فيها، وبعد كده ياخد العقد يعرضه على المحامي بتاعه، وفي النهاية يقوم هو بالتوقيع بالموافقة ويسلم العربية للمستأجر بتاعها، وتكون دي الإجراءات بتاعة إيجار العربية. بيكمل ويقول: حسب الاتفاق بينا رحت معاه للشركة، وعند وصولهم للشركة قال له يعني ان هو هيدخل العربية في مكان تمويل الغاز وهيقابله في الإدارة عشان يكملوا الإجراءات. فوافق على كده من غير أي تردد، وساب كل حاجة خاصة بيه في العربية بتاعته، وكان مآمن ليه جدا على أساس ان هو بيشتغل مدير العلاقات في الشركة دي. فوافق ان هو ياخد العربية ويحطها في مكان التمويل، وعشان السبب ده برضو من غير ما يفكر اي حاجة ساب كل حاجة خاصة بيه في العربية. لكن بيقول فجأة جالي فكر ان انا لازم اسأل في ادارة الشركة عن المهندس ده، لان هو عرف كويس جدا اسمه وشغلته، وكمان معاه رقم الموبايل الخاص بيه من صديقه ده. وبيقول ان هو كمان يعني راح معاه اكتر من مرة ليعملوا الاجراءات اللازمة في العربية في الصيانة وكده يعني، لكن هو ما جاش في باله خالص ان هو يشوف بطاقته او اي حاجة تثبت شخصيته. لكن في الوقت اللي هو وقف فيه ده اللي هو اللي بيقولوا عليه مهندس ده اخد العربية، حس بقلق شديد جدا وقال انه لازم يسأل في الشركة وفي الادارة عن اسم المهندس ده. وبالفعل دخل في الادارة وسأل، قال له المختص اللي موجود ان مفيش اي شخص بالاسم ده من المهندسين او العاملين بالشركة، يعني ملهوش اي صفة في الشركة دي خالص. زيادة على كده كمان انه بيقول له ان في حالة احتياج اي مهندس موجود في الشركة يأجر عربية بيأجرها من الشركة نفسها وما بيأجرش من بره الشركة خالص. يعني ده بيأكد له ان هو ملهوش اي علاقة بالشركة. فصاحب العربية ده أكد له ان هو مدير العلاقات العامة في الشركة، وان هو دخل قدامه بالعربية للشركة جوه
لكن الراجل المختص اللي كان بيسأله نفاله تماما ان مفيش اي حاجة حصلت من الموضوع ده ومفيش حد دخل هنا. في الوقت ده اتأكد صاحب العربية ده ان هو وقع فريسة لأحد النصابين، وان هو نصب عليه واخد العربية وسرقها منه. خرج في الحال لبوابة الشركة عشان يبقى يدور عليه يعني، لكنه ملقاهوش لا هو ولا السيارة. وللوقت اللي كان واقف فيه رفع عينه للسما وبيقول: قلت للشهيد ابو سفين ازازة الزيت المصلي بتاعك في العربية، فانت تجيبها بقى وتصرف. وبتلقائية طلع التليفون بتاعه واتصل بالمهندس ده اللي هو اخد العربية، حاول ان هو يطمنه وقال له: ما تقلقش، انا دخلت مكان تموين الغاز ومتأخر هنا لان كل العمال اللي موجودين بيصلوا، وانا هخلص بسرعة وهاجي عندك بسرعة في اقل من ربع ساعة. استنى كتير جدا وقعد مستنيه كتير جدا على امل ان هو يجي ويشرح له الموقف واللي حصل، لكن مفيش اي حد جه. وجه بعد كده حاول ان هو يرن عليه كتير جدا لكن قفل التليفون. فكان من الراجل ده صاحب العربية اللي اتصل بالنجدة وهو في نفس المكان اللي هو فيه، وعمل بلاغ بكل اللي حصل، واداهم كمان كل بيانات العربية، وقالوا له ان هم هيدوا كل الاقسام اللي حواليهم يعني واللي موجودة في المكان ده بتفاصيل العربية عشان يقدروا ان هم يمسكوا العربية واللي سرقها. ما اكتفاش بكده، كمان راح بعد كده لمباحث اسم مصر الجديدة وعمل محضر بتاريخ 6/7/2011 علشان يبحث عن العربية بتاعته، واداهم كل مواصفات العربية، رقمها والماركة بتاعتها واللون بتاعها، وكمان اداهم رقم المحمول بتاع الراجل اللي سرقه. في الحقيقة أكد له الضابط ان رجوع عربية مسروقة ده امر مستحيل جدا ومفقود الامل فيه، لكنه هيحاول بقدر الامكان ان هو يدور عليها وهيعمل كل اللي في جهده علشان يلاقيله العربية بتاعته. بيقول: رجعت للبيت وقعدت لوحدي وبدأت اراجع نفسي، وجاني شعور بحاجتي، بس ان انا مش عايز العربية ترجع بس، لا، انا في حاجة اهم اللي هي رجوعي انا نفسي لربنا، لاني فعلا كنت بعيد عنه وعن الكنيسة. وبيقول: في الوقت ده شعرت بإيد ربنا الحنينة بتنبهني للتوبة وان انا ارجع لأحضان ربنا. بيقول: رحت للكنيسة واعترفت وقلت لابونا وحكيت له على كل حاجة وطلبت منه ان هو يصلي لي، وابونا رفع الذبيحة باسمي علشان ربنا يتمجد، وبإيديه القوية وببركة الشهيد ابو سفين الاقي العربية بتاعتي. بيكمل وبيقول: مسكت الإشبية وبدأت أصلي لأول مرة من 20 سنة، وكنت حاسس بتعزية كبيرة جدا في كل مزمور بقراه. وأثناء ما كنت بصلي وصلتني 4 رسائل على التليفون المحمول، لكني صممت ان انا ما انشغلش بالتليفون علشان يعني ما امسكش التليفون، لو مسكته هفضل امسكه وافر فيه وانشغل عن الصلاة. فقلت قررت ان انا اخلص صلاتي الاول وبعد كده اشوف التليفون بتاعي. فعلا خلصت صلاتي، وقبل ما افتح التليفون بصيت لصورة الشهيد ابو سفين وقلت له: انا سايب موضوع العربية عليك، اتصرف انت. ومسكت التليفون وفتحت الرسائل ولقيت ان هي من الشخص اللي اخد العربية مني، وكاتب في الرسالة الآتي: ما قدرتش أأذيك وسبت لك العربية قدام باب مسجد السيد البدوي في طنطا، لو ما روحتش تاخدها في خلال 2 ساعة هغير الميعاد. خد معاك المفتاح التاني، وأول ما تشوف الرسائل ابعتلي على رسالة على الرقم ده عشان أعرف إنك قريت الرسالة واحسب لك الوقت. هو كان محتار جدا ومش عارف يعمل ايه. كان محضر غياب العربية بتاريخ 6/7 الساعة 12:30. الرسائل اللي كانت جاياله دي كانت جاياله بتاريخ 9/7 الساعة 9:03. فحكى لوالده كل حاجة عن الرسائل ديت، وبعدين اتأكدوا من جهاز التتبع لرقم التليفون بتاع الشخص ده انها فعلا موجودة في طنطا. سافر مع شخصين تانيين وفي بنها في نص الطريق يعني لطنطا اتصل بيه عشان يقوله ان هو في الطريق. فاول ما كلمه لقاه بيتكلم بصوت عالي جدا وبيزعق بطريقة فظيعة وبيقوله: تعالى خد عربيتك معفرطة، وبيزعق جامد جدا.
ولما بيقول لما سألته عن السبب قال لي انا لأول مرة في حياتي ارجع عربية لصاحبها، انا طول الليل ببكي، تعال خد عربيتك انا مش ناقصك، انا كنت مسافر طريق العريش وعربيتك كانت هتروح فلسطين ومش راجعة تاني، لقيت حصان وواحد راكب عليه، يعني انا كنت ماشي وهو قابلني في وشي وركب على العربية وفضل يدبدب عليها والعربية وقفت في مكانها. فبيكمل الراجل اللي سارق العربية وبيقوله نزلت اشوف العربية لكن ما لقيتش فيها اي خربشة ولا شفت الحصان نفسه، فقلت اكيد دي تهيؤات، لكن كل ما امشي بالعربية الاقي نفس الحصان جاي تاني وبيركب على العربية، ولما انزل من العربية ملاقيش حد. فبيقول صاحب العربية نفسه قلت له انت عارف ايه اللي موجود في العربية؟ قال لي عارف يا عم، في ازازة زيت محطوطة ورا المراية. فرد صاحب العربية وقال له مظبوط. فرد الراجل اللي سرق العربية بطريقة بقى يعني صعبة شوية، قال له تعالى خد عربيتك انا مش ناقصك، وقفل المكالمة على طول. بيكمل الراجل صاحب العربية وبيقول وصلنا طنطا وقدام المكان المتحدد ليهم لقى العربية فعلا بتاعته موجودة، وقبل ما يفتح اي باب فيها بيقول وقفت انا ووالدي وصلينا ابانا الذي، وبعدين فتحناها ودور العربية بتاعته، وقبل ما يمشي من المكان اتصل بالشرطة وبلغهم ان هو لقى العربية بتاعته وحدد لهم الساعة والمكان. فنصحوه بتوع الشرطة يعني في التليفون، قالوا له لازم تفتش العربية كويس جدا الا يكون سايب لك فيها سلاح او مخدرات. وفعلا عمل كده، بيقول لا العربية بتاعته سليمة تماما وفيها كل شيء زي ما هو سابه بالظبط، ورجع للقاهرة وعمل بلاغ في وحدة المباحث باسم مصر الجديدة بيفيد يعني ان هو لقى العربية بتاعته واستلمها. مش بس كده، هو منسيش ربنا ابدا، كمان راح الكنيسة وراح خبر اب اعترافه بعمل ربنا معاه اللي هو ما يستحقوش، وان ربنا ما سابهوش ابدا. يقول على الرغم من ان هو كان بعيد جدا او بعيد كل البعد عن الكنيسة وعن ربنا، الا ان الموقف ده خلاه يقرب من ربنا جدا ويحس بايد ربنا دايما معاه وموجودة معاه. وشكر ربنا وشكر الشهيد العظيم ابو سيفين على عمله معاه وان هو ما سابهوش ويرجع له العربية بتاعته، وحكى لابونا كل حاجة. ابونا قال له ان دي معجزة، وفضل لغاية يومنا هذا محتفظ بإزازة الزيت البركة بتاعة القديس ابو سيفين اللي اخدها من طماف إيريني. ربنا بيحبنا جدا وبيكون عايزنا ان احنا نقرب ونرجع ليه، وبيستغل اي فرصة تكون قدامنا ان هو يحط قدامنا اي حاجة يخلينا نرجع ليه ونتوب ونرجع لسكته. يا ريت كلنا ما نبعدش عن ربنا ابدا ونقرب ليه، لان احنا في قربنا من ربنا بنلاقي الراحة والامان وكل حاجة حلوة. شفاعة القديسين كلهم وشفاعة الشهيد العظيم ابو سيفين وطماف إيريني تكون معانا امين. كده بنكون وصلنا لنهاية معجزة النهاردة. يا ريت تقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم المعجزة يا ريت تدعمونا بلايك وشير عشان غيرنا يستفيد، وأرجوكم اذكروني في صلواتكم. سلام.